ألف أهلا وسهلا. هوريكم في الفيديو ده كانفا برو ازاي انا اكتشفت اشتراك ليه تحفة ان هو ب150 جنيه بدل 1000 جنيه لمدة سنة كاملة، ب150 جنيه فقط لا غير. وانا شغالة عليه بقالي شهرين دلوقتي، تحفة جدا مع المنتور بتاعي في الكانفا وهو حد ثقة يعني. فالموضوع يعني ماشي معايا الحمد لله كويس جدا جدا. في 3 مزايا بقى انا بستخدمهم كتير كتير كتير. اول حاجة الريسايز للفوتوز، يعني لو انا صورة عملتها مثلا بمقاس 10 في 10، هي هروح قايله له اعمل ريسايز. كل ده هوريهولكوا دلوقتي في الكورس. ان انا عايزاها 3 في 3 مثلا عشان اعملها على السبرتاي، فبقول له كوبي اند ريسايز، بدل ما انا اروح فاتحه الصورة تاني من الاول ومحملاها وعاملها مختار مقاس 3 في 3، لا. فدي اول ميزه. تاني ميزه ان انا اقدر اشيل الباك جراوند. تالت ميزه بقى ودي اهم واحده هي الاب سكيل للايمجز، ان انا ارفع جوده الصور. فيلا نبدا بيها دي عشان بصراحه دي جننتني يعني خطيره جدا. طيب انا دلوقتي رفعت الصورة دي تمام، هي منزلها انا حالا من على بنترست. طبعا بين ان هي مبكسلة وهيزي كده، وطبعا لو طبعت بمقاس كبير هتبقى وحش جدا. فانا هعمل ايه؟ هدخل على هنا حاجة اسمها ابس، اللي هي الابليكيشنز يعني اللي عنده. هي دي اللي فيها الباك جراوند ريموفال اللي بيشيل الباك جراوند، وده كمان الايمج اب سكيلر. انا عشان بستخدم الايمج اب سكيلر ده كتير، فعشان كده هو حاططهولي على جنب. يعني الحاجات اللي بتطلعها من الابليكيشن كتير بيروح هو حاططها لك في التول بار اللي تحت دي، زي ما اتعلمنا قبل كده ان في كذا تول بار في كانفا. فاحنا استخدمنا بقى طلع لي دي ليه على شكل فراشة كده. احنا بقى لو حد مش مستخدمها لسه بيدوس على ابس وبيكتب بقى ايمج اب سكيلر. بس هنا بيقول لي هنا هختار تشوز فايل، هحط الصورة. بصوا بقى في هنا ان هو بيقول لي اعملها الضعف ولا 4 اضعاف ولا 8 اضعاف. ماشي. فهي لما بتكون جودتها معقولة مش بيقدر يعليها عن كده. فانا هختار اكتر حاجة واللي هي بيبقى فيها التاج دي، معناها ان هي لازم البرو. وبدم ممكن يعني لو حد مش مشترك عادي هياخد اللي هي ضعفين او 4 اضعاف. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. هنشوف دلوقتي اول ما هنقول له add to design يعني حطها لي في التصميم، هيحط لي دي مكان دي اهي جات لي. هروح بقى انا ايه دايسة على ثانية واحدة نشيل بقى ده خالص. هدوس انا على القديم همسحه والجديد اهو. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. ساعات برضو انا مش بحتاج ان انا اعلي جودتها قوي بزيادة. ساعات لما بتبقى عالية قوي بزيادة بتبقى شكلها مش احسن حاجة. فانا برضو اوازن الموضوع. ممكن اشوف لو حسيت ان هي مش عجباني قوي كده. انا عن نفسي حاسه ان هي يعني بقت واضحه بزياده. ف فهروح عايزه ارجع تاني اختارها واخليها بدل ما انا عاملاها 8 خليها 4 اهو. ونعمل add to design. انا شايفه دي كده ان هي اهدى شويه من اللي فاتت. تمام. هو بيجيب لي هنا قبل وبعد. بس التمام دي اول ميزة. تاني ميزة بقى اللي هي الباك جراوند ريموفل. طيب انا مثلا برضو هختار هنا تصميم تاني. اقول ان انا هظبط انا مقاسه وليكن 25 في 25، وهختار صورة تكون ممكن كذا صورة فوق بعض عادي. وتكون وممكن على فكرة فيديوز برضو لو حد يعني بيعمل فيديوهات وبيعمل لها edit وكده. يعني انا هنا عملت فيديوز كتير للمحتوى بتاعي. ببقى عايزة احط مثلا اللوجو ويكون باين منه بس الكلام، مش عايزة خلفية اللوجو. عايزاها تبقى خلفية الفيديو اللي موجودة يعني. فهوريكم عملي يعني على طول ان احنا مثلا هنختار صورة
اخترت انا الصورة دي مثلا، انا مش عاجبني خلفية الزرع، فهدوس بقى على باك جراوند ريموفال. شايفين عليها برضو علامة التاج، معنى كده ان هي مش هينفع تتعمل الا باستخدام الكانفا برو. هيبتدي بقى يشوف كده الخلفية فين ويشيلها. بصوا شالها مظبوطة قوي. يعني في طبعا ناس كتير بيشيلوا الحاجة، بس هو يعني لحد كبير محترف في ازالة الخلفيات. طيب هنعمل مثلا ايه تاني؟ انا مثلا اخترت الصورة دي، عايزة برضو اعلي جودتها واشيل الخلفية. فيلا نعمل كده، ندوس على الصورة، ندوس على ابس، ندوس على اب سكيلر. جوه ابس دي في حاجات كتير بقى تقدروا تظبطوها، يعني بتبقى تحفة. اعمل بقى ده، اخليه مثلا 8، ونعمل اب سكيل كده. عمل لها اب سكيل. بعد كده هعمل لها بقى باك جراوند ريموفر، اللي هو ان انا هزيل الخلفية بتاعتها. هدوس بقى على البي جي ريموف دي، اهو شال كده الخلفية بتاعتها. وانا اقدر احط بقى اي خلفية تانية عن طريق ان انا بدوس بختار element وبكتب بقى background، او اكتب مثلا خلفيات. فبيطلع لي هنا كل الخلفيات اللي عندهم. ممكن انا اكتب بقى انا عايزة خلفية تكون لونها ايه. وهنا مطلع لي خلفية انا استخدمتها حديثا يعني. ممكن نقول مثلا وليكن بينك باك جراوند كمثال يعني. وتختار بقى في حاجات بتتحرك في كأي فيديو كده، وفي حاجات لا ثابتة. يعني مثلا اخترت القلوب دي مثلا، وهعملها هنا وراها. ده عشان مثلا انت عندك صورة وعايزة يعني صورة منتج وعايزة زي ما انا عاملة كده. فبختار هنا بقى في حاجة اسمها لاير، وبشد دي ورا خالص عشان دي تطلع قدام ودي تطلع ورا. طبعا الصورة هنا لما رفعت جودتها مش احسن حاجة، يعني لازم هحاول طبعا اكون مصورة انا الصورة بتاعة المنتج حلوة. بس انا بتكلم على صورة ديكوباج، وانا عايزة اعلي جودتها سنة بسيطة. ما ينفعش انها تبقى جودة ميتة خالص، حاجة مش باينة وانا ارفع جودتها، لا مش هتطلع حلوة ومش هتطلع في الرسم مظبوط. مثلا أنا هنا بقى بدوس، بصوا البلاي دي، فبيخلي ورا في خلفية بتتحرك معايا والصينية زي ما هي، فبتبقى حلوة أوي شيك. طيب اخر بقى حاجة انا عايزة اعملها اللي هي copy and resize. يعني انا اعمل نسخة منها تانية بمقاس تاني. يعني مثلا انا هحط الصورة دي عايزاها على الانستجرام، عايزاها على بوست على الانستجرام بيبقى مربع، وعايزاها ريل على الانستجرام والتيك توك والحاجات دي، فبتبقى مستطيلة 9 في 16. وعايزاها مثلا زي الفيد بتاع الانستجرام برضو بيبقى 4 في 4 ل5. فأنا عايزة أعمل من يعني فيرجن أو نسخة من كل شكل لكل وسائل التواصل يعني. فهدوس على، شفتوا اللي أنا دوست عليه ده اللي هو مربعات كتير داخلة في بعض كده، واختار بقى المقاس. يا اما اختار سوشيال ميديا وقول لي طب انت عايزاها تبقى ريل ولا بوست ولا ستوري ولا كذا ولا كذا. ف او ممكن ان انا اقول له على طول المقاس فيه. وممكن اختار انستجرام لوحده، ممكن اختار تيك توك لوحده. فالتيك توك ما فيهوش غير الفيديو اللي هو بالمنظر ده. محتاج فيسبوك، انا عايزاها تكون شكلها كذا او كذا او كذا. انا هعملها اللي هي تبقى ممكن 4 ل5، وممكن اعملها 1 ل1. اعمل مثلا واحدة 4. بصوا بقى في فرق هنا بين copy and resize و resize this design. لو عملت resize this design هيشيل يعني المقاس اللي انا عاملاه ده كأنه مش موجود خلاص، وهيعمل لي واحد جديد. لكن copy and resize هيخلي اللي انا عملته
ويعمل نسخة تانية فيها الكلام الجديد بقى والتصميم الجديد ده، فيكون عندي الاتنين زي ما هما. في حالة ان انا مثلا عايزة اعمل تعديل على المقاس القديم، واشيل مثلا الصورة بتاعته واحط صورة تانية، بس ادوس بقى open افتحولي، وشفتوا مطوا شوية لفوق كده وهيحط لي الحاجة ممطوطة، يبقى كده بقت الخلفية مالية المكان. برضو نفس الكلام في لو انا عايزاه ريل برضو اللي هو بيبقى 9 في 16، فاقول له انا عايزاه سوشيال ميديا برضو، واختار اهو انستجرام ريل، واقول copy and resize و open موبايل فيديو. خلاه بقى ايه مطول اكتر ومستطيل اكتر. تقدروا بقى تلعبوا في يعني المجال مفتوح بقى في التفكير، وانتوا تعملوا ايه بقى ده براحتكم.